مش بس بتسمعونا وكمان بتشوفونا، معانا الفنانه الجميله مصريه، اسم جميل جدا. يا رب يخليك. طب عشان مصريه يبقى انت حاسه اكيد بالموقف النهارده، وكمان ان المصريين ودودين، وكمان الحياه بينهم بتبقى اجتماعيه قوي، وكمان النهارده حاجه زي يوم اليتيم ده يوم جميل، وبالاخص ان هو في بورسعيد. ده ليه خصوصيه لانه في بورسعيد، لان في موقف ان مصر كلها واخده من بورسعيد، وانا ضد ده لان شعب بورسعيد ملوش ذنب في ده ابدا. بالعكس، هو احنا لازم نتعاطف مع شعب بورسعيد، لان دي مؤامره من بعض الناس اللي عايزه تفسد الحاله السياسيه العامه لمصر، وكل ما البلد تهدى عايزين يوقعوا الدنيا والناس والشعب في بعض اكتر، ويعملوا حاله زي الغربه بين كل محافظه ومحافظه، دي دوله ودي دوله. لكن بالعكس، احنا كلنا ساعه لما كان في حرب 67 و73، كانت اهم حاجه كانت في حياتنا هي الجزء ده لازم يتحرر، والسويس وسينا. بالظبط، فده جزء مننا، ده لا يمكن. بالعكس، ده دي كان في يوم من الايام كان حلمنا ان البلد دي ترجع، والناس اللي اتهجروا واتبهدلت يرجعوا. بالعكس، ده ليها البلد دي ليها خصوصيه في قلب كل مواطن المفروض يعني. احساس جميل قوي منك ان انت النهارده جايه تشاركي في حاجتين، يعني نقول ان انت متواجده في بورسعيد وشايف السعاده في عينيك من غير ما اسالك، ولكن كمان ان الاحساس بيوم اليتيم، وان الناس دي مش بيوم، هم الناس يتيمه دي. اصلا نحتفل باليتيم طول السنه، مفيش حاجه اسمها يوم اليتيم. اليتيم اصلا لازم، يعني ربنا خد منه اعز حاجه الواحد، الام والاب. فبالعكس، ده احنا لازم ان احنا طول السنه نحسسه ان هو مش لوحده، وان احنا حواليه، وان احنا نهتم بيه، لان ربنا والرسول عليه الصلاه والسلام كرم، او يعني وصانا، لا، وقال ان احنا لينا مكانه. يعني انت مش هتعمل كده ومش هتاخد جزائك، لا، ده انت ليك مكانه ان انت هتعمل كده وهتاخد ثواب كبير. عمالين يستعجلوني عشان عايزين يمشوا، وكمان عايزينك معاهم. انا عايز منك كلمه واحده لراديو وسيط يا فندم. راديو وسيط، اتمنى له النجاح، ويا رب تسمعه في كل مصر. ماشي يا حبيبي. لسه كمان مكملين معاكم، وان شاء الله باذن الله هنكمل لقاءاتنا كلها. لسه معاكم، استنونا على